يا مساء الفل. الوصفة دي هتخليكي تبطلي تذلي نفسك لأولادك علشان ياكلوا الكوسة منك. تعالي هنعمل النهاردة فرنش فرايز كوسة. الوصفة من كتر سهلتها ومن كتر حلاوتها بجد هتدعيلي عليها، بجد المرة دي هتدعيلي. بصوا بقى هنعمل ايه. هنجيب الكوسة بتاعتنا عادية جدا، وهنبتدي ان احنا نقطعها بالشكل ده زي صوابع الفرنش فرايز كده او البطاطس المحمرة، وهنبتدي ننزل بيها في الاير فراير. ما عندكيش اير فراير مفيش مشكله خالص، بوله وهنحط فيها صوابع دي وهننزل بالتتبيله اللي هنقولها دلوقتي. التتبيله كلها هعرضها لكم على الشاشه. تمام. عندنا ايه بقى؟ عندنا رشه من البابريكا على حسب طبعا الكميه. انا هنا عامله 2 كوسه. تمام. رشه من بابريكا، رشه من الملح، هننزل بتوم باودر وبصل باودر، وهننزل كمان بريحان، وكمان معانا رشه من الكزبره، وممكن شطه لو بتحبوها مشطشطه. بس لو ما بتحبوهاش مشطشطه الشطه دي مش لازم تحطوها. انا ما بحطش الشطه، وبحط روزماري. روزماري بيديها نكهه حلوه جدا مع الكوسه. الروزماري مع الكوسه بجد بيبقى حلو قوي. ما عندكيش روزماري برضو مش مشكله، حطي التتبيلات اللي انت عايزاها، بس التتبيله دي بجد هيحبوها قوي منك. في ناس كمان بتحب تحطها يعني ببهارات البطاطس، اللي هي اللي بتجيبها من عطار، بهارات جاهزه للبطاطس، وبتطلع طعمها حلو برضو جدا. يعني خدي الفكره وفنني زي ما انت عايزه، انت هتفنني احسن مني بكتير. وحبه بقى زيت زيتون عليها، دي التتبيله، وهندخلها الاير فراير لحد ما تتحمر وتبقى شبه البطاطس المحمره كده معانا، او هنقليها في الزيت. تمام. بعد ما نطلعها كله بقى ودولي، تمام، هيمسكوها كده زي الفرايز كده في ايديهم وهياكلوها غنيه هيلسي كل حاجه ما تتخيليها. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش ايه بقى، لايك وشير وكومنت حلوه تشجع بيه، سبسكرايب او فولو لو بتشوفيني من على الفيسبوك. اشوفكم فيديو تاني. باي باي.